السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم الكبدة الاسكندراني بتتبيلة جميلة وريحة حلوة وطعم جميل جدا. لو جربتيها على طريقتي ما تنسيش تكتبولي في كومنتات ايه رأيك فيها وطريقتي حلوة ولا لأ. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده كيلو كبده زي ما انتم شايفين اهيت. انا ببقى غسلاها شطفه واحده واحطها تحت مصفى كده، في مصفى تحتها بوله. ديت كبده على كلاوي. انا ما بحبش القلب لان انا ولادي دي الكلاوي هي متقطعه صغيره اهيت زي ما انتم شايفين، وهنا عليها حته حلويات كده. يا ريت تحط حته حلويات او حته ليه، بتخلي لها طعم حلو. وهنا الفلفل الاحمر والاخضر زي ما انتم شايفين، وهنا قرنين فلفل شطه، وهنا اربع بصلات متقطعين جوانح. معلش انا عندي برد بس. وهنا بصلايه برضك متقطعه جوانح، ديت هعملها بالسماء دلوقتي هوريها لكم. دي لهرسه الفلفل الاحمر، معلقه كبيره معلقتين توم كبار. وهنا السماق. هنا بقى البهارات زي ما انتم شايفين اهيت، ليمونتين، هنا معلقه بابريكا، معلقه ونص كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، وهنا نص معلقه كمون من المعلقه الصغيره بتاعه الشاي زي ما انتم شايفين اهي. هحط الفلفل، معلقتين الثوم، معلقه خل كبيره، وليمونه طبعا شايله منها البذر. هنا الليمونه ديت انا هحطها على البصل بالسمان. اقلب البهارات حلو. طبعا انا مش حاطه الملح هنا، انا هحط الملح في الاخر. هنا عشان كيلو انا هحط ليمونتين، لو نص كيلو هتحط ليمونه واحده. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، لان اللايك هو اللي بيعلي الفيديو وبيخلي الناس تشوف الفيديوهات بتاعتي. يا ريت انا كده ان شاء الله رمضان الجاي هيبقى بقالي سنتين، فانا نفسي قناتي تعلى وتشاف اكتر. وادخلي كده اتفرجي على بقيه الفيديوهات هتعجبك ان شاء الله. هنا كده الكبده متصفيه قدامكم اهيت، هحطها هنا في البوله وهحط نص التتبيله ديت واقعدها عليها نص ساعه. اقلبها كويس. زي ما انتوا شايفين كده اهيت، واسيبها نص ساعه. هنا كده انا حطيت صينيه على النار واحط فيها زيت. هنا كده هجرب بس في حته كبده صغيره كده. الزيت سخن اهوت زي ما انتوا شايفين، هحطها كلها على نار عاليه. زي ما انتوا شايفين كده انا بفردها بس. زي ما انتوا شايفين كده انا فردتها بس واسيبها تتشوح على نار عاليه، وبعد كده اقلبها تقلبتين كده. زي ما انتوا شايفين اهي تقلبها على الجنب التاني. جميله جدا، بتبقى بتشويحه الثوم بالكزبره بالكمون بالهريسه الشطه هريسه الفلفل. هنا كده انا هحط البصل عشان يستوى شويه، لان ولادي هما بيحبوا البصل وصلصه الكبده، بس ما بيحبوهاش تبقى باينه، تبقى مستويه. زي ما انتوا شايفين كده اهيت انا قلبت البصل مع الكبده. هغطيها وبس برضك اسيبها على نار عاليه. هنا كده البصل زي ما انتوا شايفين اهو دبل. انا هحط الطماطم بس طبق الطماطم ما كانش محطوط بس مع المكونات.
عاوزه تقطعيها شرايح زي ما انا مقطعاها، عاوزه تقطعيها مكعبات زي ما انت عاوزه. هنا كده بعد الطماطم ما دبلت شويه احط الفلفل بقى الالوان الاحمر والاخضر وقرن الشطه. انا هنا حاطه 4 فلفل اخضر و4 فلفل احمر، حابه تقللي انت حره، بس انا بحب ازودها عشان فيتامين سي اللي في الفلفل بيبقى حلو جدا مع الكبده، وكمان الكبده كده الحديد اللي فيها يمتص. مع الليمون بيخلي الجسم يمتص الحديد، لان الحديد ما بيمتصش في الجسم الا مع فيتامين سي. او ممكن برتقانه استفنديات تاكليها بعد الكبده، بالذات اللي عنده انيميا بتبقى حلوه جدا. كده بقى انا هقط عليها واسيبها تستوى شويه. هنا زي ما انتم شايفين اهوت الفلفل والفلفل الاحمر والاخضر وفلفل الشطه دي زي ما انتم شايفين اهوت. هنا بصوا اهيت الكبده، عاوزه اوريكم ان هي استوت اهيت. هنا الطبق اللي هو انا كنت سايباه على جنب نص التتبيله، احط عليها بقى الملح، احط معلقه ونص على الكيلو، المعلقه صغيره، واقلبها زي ما انتم شايفين اهيت. هنا هحط رشه جوز الطيب، هنا كده بعد ما حطيت رشه جوز الطيب هقلبها كويس زي ما انتم شايفين اهوت، وافضي حته في النص هنا اهوت، دي هتخلي الكبده في حته تانيه خالص. هجيب شويه زيت صغيرين زي ما انتم شايفين اهوت واحطهم في النص، واحط هنا تتبيله وشويه خل عليها. جربوهم كده في السجق او في الكبده، سيبها بس تتشوح كده شويه، بعد كده اقلبها في الكبده كلها. كده بقى اقلبها خلاص اهو. بألف هنا اللي ياكلها يا رب. هنا كده انا حطيت طبق فيه زيت اهوت زي ما انتم شايفين، واحط فيه حته فحمه واحط بسرعه. دي بصلايه اهيت زي ما انتم شايفين، وده سماق احطه عليها. هنا كده البصل مع السماق لازم ادعكه جامد زي ما انتم شايفين اهيت. ده بيبقى حلو جدا مع الكبده ومع الكباب او الكفته المشويه زي المطاعم. ليمون ندعكه في بعض اهوت زي ما انتم شايفين اهو. اصحابي واصدقائي اللي بيبقوا معايا في الفيديو في العرض الاول، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.